يا مساء الفل على الغاليين. اول يوم من ايام الاجازه اتفقنا على اسبوع اجازه، منها ان انتوا تتبسطوا شويه، بس اليوم يبقى متقسم تلت اليوم نوم وتلت اليوم ترفيه وتلت اليوم مذاكره. دول اول 3 أو 4 ايام في الاجازه، لكن اخر 3 ايام في الاجازه، اخر 3 هيبقوا قاعده في البيت علشان تفرم نفسك وتخلص كل اللي فات. انتوا طلبتوا اجازه ليه؟ على حد كلامكم طلبتوها عشان تخلصوا المتراكم عليكم، تخلصوا اللي وراكم. صدقوني، حتى وانا جاي هنا انا عايز اقول لكم، وانا في الغرفه فوق قاعد بظبط الامتحان اللي جاي بتاع يوم الخميس، قاعد فاكركم. حتى لما نزلت تحت دلوقتي لقيت لسعة برد، فافتكرت كل طالب دلوقتي بيذاكر في عز البرد. انتوا غاليين عندي جدا وفي قلبي دايما. والاسبوع ده اديكوا ارتحتوا مني، كنتوا عايزين ترتاحوا مني، يعني اديكوا ارتحتوا مني على الله، يعني تتبسطوا بقى من غير اليومين دول. لكن انا هفضل فاكركم. خلي حلمك قدام عينيك من فضلكم. يعني في جداول امتحانات نازله لسه فيك، يعني مش الجدول الاساسي، لكن شويه وهينزل جدول الامتحانات، وشويه وهندخل على المراجعه النهائيه. فمن فضلك ما تضيعش حلمك، ما تضيعش حلم حلمته بقالك سنين، ما تضيعش فرحة كبيرة. شوف، اعمل كل اللي عليك واللي عايزه ربنا يكون. لكن لما انت تتأثر يبقى انت ساعتها تستحق انك ما تفرحش. انتوا كلكم من خلال معرفتي ليكوا تستاهلوا الفرحة. ركزوا في هدفكم، سيبكم من كل المعطلات والمشتتات. ويعني ان شاء الله على بكرة ولا بعده هبقى احكي لكم بقى على 2 طلبة كانوا بيبعتوا تقريبا، بنات عارفة الكلام ده، بعتوا على جروبات التليجرام لكل البنات. فهقول لكم انا عملت فيهم ايه. منهم طالب طلع مظلوم، ويعني فعلا التليجرام بتاعه اتسرق. لكن الطالب التاني انا عملت معاه حركة حلوة، يعني هقولها لكم في مرة كده، بس مش هينفع اعلي صوتي، لان انا لو قلت الموضوع ده هزعق واخرب الدنيا والناس هنا نايمة. فعايز اقول لكم، في اول يوم في الاجازة مش متعود ان يكون مفيش حصص. متخيل ان انا هصحى الصبح بكرة السبت وعندي حصة، فاتعودت على الشغل معاكم، اتعودت على المفرمة. ممكن تقولوا يا عم ريحنا وارتاح، لكن يمكن بعمل كل ده والتعب ده، و3 محاضرات في الاسبوع، وكل اسبوع في امتحان، مرة الكتروني ومرة ورقي، والضغط ده كله عشان نفسي افرح. نفسي افرح بيكم، نفسي يكون السنة دي سنة حلوة، وزي ما السنة اللي فاتت كرمنا 1000 من الدكاترة والبشمهندسين عشان ان العدد يكون زي ده واكتر السنة دي. ربنا يفرح قلوبكم وتفضلوا اخواتي وعيلتي واهلي. كلها ايام. انا هقعد هنا 2 3 تانيين بالكتير، وهرجع عشان ارتب للامتحان. عندكم امتحان يوم الجمعة اللي جاية، اتبسطوا الاسبوع ده، لكن خلصوا كل المتراكم عليكم. عندكم الابليكيشن اشتغلوا عليه طول الوقت، اقعدوا خلصوا كل اللي وراكم. اللي مراكم اي حاجة يخلصها، انتوا قدها وقدود. خليك واثق ان اللي ما ذاكرش يقدر يذاكر ويخلص ويقدر يوصل لحلمه، بس يمسك في ربنا ويعمل اللي عليه. ربنا معاكم، نشوفكم على الف خير.